سلام سلام يا صاحبي، سلام سلام يا صاحبي، سلام سلام يا صاحبي، سلام سلام يا صاحبي. بسم الله الرحمن الرحيم، وحلقة سؤال جواب اسأل في الشبكة رقم 276. وإذا كان زيزو طالب 100 مليون، أمال رونالدو ياخد كام؟ قبل أي حاجة اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وكمان فعل علامة الجرس، وكالعادة نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ودائما ودائما لا ننسى إن احنا ندعي لإخواتنا. قلت أدخل بالدخلة دي عشان مرتبطة بكذا سؤال معانا. فأول سؤال على طول من غير ما نضيع وقت، الصعيدي الهواري، تفتكر الاهلي يكون ترتيبه كام في مجموعته اللي في كاس العالم للانديه، مع العلم ان مفيش صفقات جديده مؤثره؟ وحتى لو في صفقات مؤثره يجب، مش عارف الكلام ده ممكن يزعل ولا ايه، يجب على جمهور الاهلي ان يكون مستعد ان كل الاحتمالات وارده، حتى لو انك تطلع المركز الاخير في المجموعه، ده احتمال وارد، وليس يعني انه فشل للاهلي. بصرف النظر بقى الاداء ايه، بنتكلم كفكره عامه كده. انتر ميامي، ميسي ده مش لوحده ممكن يعمل فرق وياما عمل فرق مع برشلونه لوحده، يعني ممكن يعمل فرق عليك لوحده، انت مقتنع؟ بالميراس ده بطل الدوري البرازيلي مرتين، بطل الدوري البرازيلي افضل ولا بطل الدوري المصري؟ اكيد معروف من الاعلى. وبورتو، انت عارف بورتو ده يعني ايه؟ يعني الثلاث فرق طبيعي انك ممكن تتعثر امامهم، فكل شيء وارد، ولكن يبقى بس انك ايه، تعمل اللي عليك. محمود محمد، هل سبب تراجع زيزو بسبب انشغاله في التجديد؟ طبعا اكيد مما لا شك فيه، كلام مؤكد، وانت مش مستقر وانت الدنيا مقلقه بتاثر عليك بشكل كبير يعني. وزي ما قلت امبارح في حلقه امبارح، ومنها حاجات فنيه، ان مثلا جوميز بيستخدم زيزو طول الوقت في العمق زي ناصر، زي ايه، فناصر لما يستلم الكوره او عبد الله يستلم الكوره يلاقي زيزو جنبه ب 2 3 متر، فيبداوا يلعبوا مع بعض، باص على الارض، باص 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 باص، ودي مش افضل حاجه لزيزو. فما لاقيش زيزو في مساحه بعيده عن ناصر ماهر او عبد الله، فممكن يلعب له بينيه وزيزو يتحرك، فاستخدم قدرات زيزو في التحرك وفي السرعه، انا بفقدها. انا بنزل زيزو تحت الدفاع جنب ناصر وعبد الله ومباص على الارض. او زي مثلا ما الاقي زيزو، وده حصلت في جزء من ماتش انيمبا، بيجري من الطرف اليمين فبيعمل عرضيه، فاقدر استخدم قدرات وجهه نظري، جزء من التاثير. بس هنا السؤال سالته على الفيسبوك للناس وانا هقول رايي دلوقتي، لو انت صاحب الموضوع والمسؤول عن التجديد لزيزو، قدامك العقد، تكتب فيه كام مليون في السنة مناسب لأحمد سيد زيزو؟ أنا وجهة نظر، أنا أسأل أجاوب السؤال بشكل واضح، وجهة نظري كحد أقصى 50 مليون جنيه بما يعادل مليون دولار، مش أكتر من كده، ده وجهة نظري. وده يبقى سقف لأي حد مصري موجود، يعني إيه ده الطب، أعلى من كده أوفر بزيادة. وما تقوليش اجنبي واللي بياخد مليون قلنا حسبة الاجانب بتحسبها بالعملة، انا مش بحسب ده مش اجنبي، ده مش هاخد فلوسه يصرفها بره، يصرفها هنا. فمليون دولار بيعادل 50 مليون جنيه، ممكن يبقى في بلد تانية عملة تانية بيعادل حاجة تانية، او بيحسب هو بالدولار، بيصرف بالدولار، فما تحسبليش كده. بس 50 مليون جنيه مبلغ كبير وحلو وعالي وزي الفل. تقول لي زيزو جاي له من بره 200 300 ما ياخد من بره، ده باغرب احيانا تبرير. يقول لك يا عم ياخد عادي 100 مليون، ده هو جاي له بره 200. ايوه ما هو جاي له بره 200، ما هو طالما انه قرر يستغنى عن بره مقابل هنا، يبقى هو عارف انه رايح في حته ثانيه واستغنى مقابل مميزات ثانيه. مفيش لاعب يعني بيتبرع لله والوطن، كلام بمنتهى الاحترام، وزيزو راجل محترم ومخلص يعني فعلا في كل مميزات، بس كل شيء وجهة نظري بالمنطق والعدل. يعني ده وجهة 50 مليون دولار، 50 مليون جنيه، مليون دولار، وكل واحد بقى في الكومنتات يكتب لي وهو صاحب القصة، يعني هيكتب في عقد زيزو كام مليون دولار. احمد عصام، كام صفقه محتاجها الاهلي عشان يصعد للدور الثاني في كاس العالم؟ مش فكره يصعد، هي ملهاش علاقات مباشره، ممكن تجيب صفقات وانت عارف الوضع مش سهل، زي ما قلنا تلعب فرق صعبه. بس رقم واحد مثلا، وده اللي بشوفه كتير مش حاطه رقم واحد لا كله يقول مهاجم مهاجم مهاجم، ايوه الاهلي محتاج مهاجم، بس هو مش محتاج جناح قبل مهاجم يا جماعه. يعني انت متخيل بس داخل هلاعب ناس تقيله في كاس العالم الانديه، طاهر ما اعرفش يعني، ما هو اخر ماتش ما كانش كويس، مختفي خالص، وما تضمنش كده كده، وفي الاخر برضه امكانياته في حدود. وحسين الشحات بس اللي عندي شغال، وساعات بيدلع كمان، وبيرسي تاو اصلا راجل مش موجود يا جماعه.
طب افترضت جبت مهاجم ابن 60 في 70 ابن لذينه ودخلت وسابوا عليه الثلاث ماتشات ما شاء الله ان شاء الله ما اتصابش، فالمهاجم قاعد على الدكه ما استفدتش بيه ومش لاقي جناح العب بيها، ده كلام مش منطقي. ازاي الجناح مش رقم واحد؟ جناح رقم واحد، رقم واحد جناح، رقم 2 يكون مهاجم، ورقم 3 بصرف النظر على الترتيب بقيه الحاجات يعني كاولويه مع بعض، يعني وسط ملعب بيجيد الدفاع والهجوم متوازن اقرب الى بروفايل بالرمضان يعني، ورقم 4 مدافع لو اشرف داري مكمل كده. ما احنا مش عارفين، هو على الورق انت عندك اشرف داري مدافع قوي مميز يعني حاجه تقيله تعوض بيها، مش بنفس الشكل عبد المنعم بس تسد فراغ بيه، بس هو على الواقع هو مش موجود. فهل هو مش موجود معايا ولا موجود؟ لان يعني لو مش انت كده كده اصلا خد بالك محتاج كمان يعني انت عندك كمان ياسر ابراهيم، فانت مش ياسر ابراهيم مستواه برضه في بعض الحاجات عنده نواقص، ويوسف ايمن ما بقاش معاك، فانت محتاج كده كده، بس محتاج تعرف محتاج واحد تقيل قوي يلعب اساسي مع ربيعه ولا واحد يكون على الدكه، فلازم الموقف هنا يبان. ابراهيم عبد العزيز شايف ان جوميز مدرب. هو سؤال حلو الصراحه، بالاسئله الايه العميقه اللي فيها تفاصيل. بحييك يا ابراهيم على السؤال ده. شايف ان جوميز مدرب مرحله في الزمالك ولا مشروع يكمل سنين؟ هنقف شويه قبل ما نكمل اجابه السؤال ده، لان طبعا انا لما صورت الحلقه وخلصتها كان قبل الخبر الصادم والخبر المفاجئ رحيل جوزيه جوميز عن الزمالك. طبعا خبر ولا كان في الاحلام دلوقتي خالص حتى، يعني الموسم لسه بادئ وانت لسه مش عارف ايه، مفاجأة. فنيا عادي، غير فنيا كارثة. ازاي فنيا؟ وده رأيي حتى هتلاقي في اجابة السؤال ده لما نكمله اللي انا جاوبت عليه قبل ما اعرف الخبر، وقبل كده قلت حاجة تزعل الزمالكاويه بس انا شايفة كده. الماتشات اللي الزمالك كان مع جوزيه جوميز مميز فنيا وتكتيكيا تعدى على الصوابع، وان في مشاكل ما زالت موجوده ما بين بقى كواليتي اللعيبه وبين جوميز، بس الماتشات هتعدى على الصوابع اللي انت لعبت فيها بشكل مميز تخليني ابقى منبهر بشكل جوميز وادائه. ففنيا رحيله كمستوى فني يعني او حاجه فيها هتبان في اجابه السؤال دلوقتي مش كارثه، بس غير فنيا كارثه. فكره ان انا مدرب هو يظل مدرب كويس وكان حافظ الفرقه ومعايا وبدا يعمل شكل والدنيا ماشيه بالسيستم بتاعه، وفجاه يرحل تبدا تاني من الصفر تدور على مدرب اللي هو اصلا يعني انت جايب صفقات مدرب ده ما اختارهاش، فهتجيب مدرب تاني ما اختارش الصفقات، او ممكن تجيب مدرب يختار الصفقات، فانت معكش فلوس فالمدربين بيهربوا يروحوا لعروض تانيه، فتفضل في نفس الدايره. كارثه. فطول ما انت قاعد في دايره ان انا مش مستقر، معيش فلوس، مستحقاتي في ازمه، مش عارف احافظ على اللعيبه، احافظ على المدربين، طول الوقت انت طالع نازل طالع نازل، مش عارف تجربه تاخدها بشكل مكتمل، وكل حاجه تبدا تاني من الصفر. كارثه. وكارثه حلها ايه ما اعرفش، واضح انها ملهاش حلول فتظل مستمره. ففنيا مفيش مشكله، لكن غير فنيا لدلوقتي والقادم بعد كده الوضع صعب، وتخش في دوامه مدرب مصري وترجع طب امتى اجنبي، موضوع صعب جدا. فده كان تعليق بسيط، وتعالوا بقى نكمل الاسئله ونشوف اجابه السؤال ده. هو عامه فكره مرحله مش عيب، لان احنا اصلا كل مدربنا في مصر مرحله. هو مين مدرب في اهلي والزمالك كامل اكتر من سنتين يعني، ولا في 3 سنين مش فاكر، ما عندناش احنا كله مرحله. فهو ده اصلا طبيعه الامور عندنا مش عيب. هل انا شفت حاجه من جوميز تخليني اقول لا ده مشروع يكمل سنين؟ ابقى كداب لو قلت لك ما شفتش الصراحه، يعني ما شفتش حاجه اقول لك ده المدرب اللي سنين يقعد وشوف بقى الشكل والفنيات. انت في ظروف صعبه اشتغلت وحققت بطولات في ظروف صعبه، بس بالتقييم الصحه قوي تفاصيل التفاصيل لا، ما شفتش الحاجه اللي تطمني قوي بزياده المشروع قدام. طب في نفس الوقت شفت ان حاجه تقول لا مستحيل يبقى لا برضه ما شفتش، يبقى الحل ايه؟ هات له الصفقات اللي عاوزها واحكم حكم نهائي. بس انا حتى الان ما شفتش. حلوه الصيغه دي، يعني حتى الان ما شفتش، بس ممكن ممكن تكون بسبب الصفقات انها ناقصه وممكن تكون لا ملاش علاقه فناخد التجربه ويجيب له صفقات كويسه ونجاوب الاجابه الكامله النهائيه. اعتقد يا وصلت يعني. حسين رمضان ايه رايك في فكره انضمام رونالدو الاهلي يكون ماتش الافتتاح رونالدو ضد ميسي؟ سالني انا نفسي رونالدو، انا كان نفسي ميسي يجي السعوديه عشان يلعب مع بعض، رونالدو يلاعب ميسي في كاس العالم للانديه في الظهور الاخير ويفوز على ميسي، هو ياخد اي حاجه ويجري قبل ما يعتزل. بس طبعا الكلام ده بدا يتسوق وبدا يتقال، انا شايفه ما فيهوش ولا 5 من 10 منطق، وممكن ابقى انا غلطان بس دي حسبتي.
رونالدو والناس دي كده كده عندهم حد ادنى ما يقدرش ينزلوا عنه، والكلام ده على مصر كلها عشان ما حدش يهب من على الكرسي ويتنطط ويقول لي ازاي بتقول ايوه احنا اقل من الليفل اللي هو بيلعب فيه كفلوس وكمستوى. وحتى لما جه السعوديه جه عشان ايه؟ ما جاش عشان يلعب مع الاخوه السعوديين مع كامل احترامي، جه عشان في مشروع ان في ناس اجانب حواليك كتيره، جبت لك فرقه كلها اجانب واللي معاك في الفرق الثانيه اجانب، قعدتك في مستوى مختلف. لكن مش فكره ان هو عشان كاس عالم انديه فهيضحي بكل حاجه ويجي لا، تالي في ليفل كده احنا بعيد عنه انه يجي يلعب فيه رونالدو ماديا. وبعدين اذا كان زيزو عاوز 100 مليون، رونالدو ياخد منك كام بقى لو جبت 6 شهور مثلا يعني، ولا جبت فتره اذا كان ينفع؟ كريم محمد بيقول لي الزمالك بيقلل من بطوله كاس عالم الانديه. كده كده اي جمهور، ده الفيسبوك دلوقتي بيقلل من اي حد ومن اي حاجه، حتى لو حاجه ما يقولهاش عيل في تانية ابتدائي. ده مبدئيا بس عشان نقفل القصه دي. بوجهه نظرك في كلام ميدو والناس دي وهي بتقول انها مش بتشجع الاهلي في كاس العالم. احنا خلاص بقينا بندور على اي زخنيقه فيها اي حاجه تعصب نلعب بيها شويه نار نكهرب، خلاص بقت الحياه كلها كده. بص، ان واحد ما يشجعش الاهلي ده المنطق والطبيعي، وان واحد اهلاوي ما يشجعش ازاي ده المنطق والطبيعي، يا ده الطبيعي اصلا، وعكس كده هو مش طبيعي، وكل واحد حر. بس انك تفصح عنه بشكل اوفر بحيث اللي هو كأن ايه يا جمهوري شفت انا قلت ايه، دي قمه الخيابه. اذا كان هو تبرع من نفسه، وتبقى قمه الخيابه لو اعلامي قاعد هو اللي سأل السؤال. انا فعلا ما شفتش الحوار بين ابراهيم عبد الجواد وميدو كان عامل ازاي، فلو هو ابراهيم عبد الجواد اللي سأل ميدو من نفسه هتشجع عليها، يبقى قمه الخيابه، لان الاجابه معروفه، انت جاي تولع الدنيا. ويبقى ميدو لو رد ما اقدرش الومه. لكن لو انت كميدو او في ناس بقى ايه نطت في المركب يا كمان ما حلوه، فاللي هو ايه شفت يا جمهور وانا بقول انا مش هشجع الاهلي فمتبرع، ما حد قالك تتبرع، ما تشجعه ولا ما تشجعوش، يعني ايه القيمه يعني؟ انت مجرد شخص وانا مجرد شخص وده شخص، ايه يعني؟ اذا تقيمه تشجع، ما هو لازم في حد بيكره وحد بيحبه، يعني حاجات تحس احنا بنخترع العجله. فصراحه اللي بيقصد يعمل كده سواء اعلامي او واحد عادي قمه الخيابه الصراحه، وقمه والعيب الصراحه على الجمهور اللي بيمشي ورا القصه. شفت واحد بيقول لك مش شجع الاهلي، ما يشجعش خلاص. انت كاهلاوي ما يشجعش، انت متضايق ليه؟ قول له خلاص ما تشجعش، انت الخسران واحد بنكسب بطولات، رد ده. وانت كزملكاوي لقيت واحد بيقول لك انا مشجع الاهلي، ايه البطوله في كده؟ ايه تقعد تشير كلامه ليه يعني؟ يعني ايه وقال لك انا سأقول عن تشجيع؟ ما يشجعش يعني، عامل ايه يعني؟ وخد قرار قدام التلفزيون كان انا هشجع مش هشجع، حاجه داخليه ليس لها يعني بعد معنوي ولا بعد مادي ولا يعني قمه والله قمه الخيابه، قمه التفاهه ان احنا اصلا يعني بنوصل فعلا للقصه دي يعني. السعيد الهواري مع راحه عبد الله السعيد في ماتشات افريقيا والزمالك بيجيب بديل ولا هو يسد في المحل الافريقي؟ لازم بديل. فتوح ريحك في الحته تخرج بالكوره، بس هل فتوح بيديك رقم 8 بشكل كامل وانه يكمل لقدامه على ال 18؟ لا، وده من وقت قصير بقولها. فتوح بيكون مبهر فعلا وهو بيخرج بالكوره، بس تكمله رقم 8 قدام المؤثر على ال 18 لا بتكون ناقصه. فبالتالي انت محتاج حد ايه لما عبد الله يكون مش موجود رقم 8 اللي بيطلع بالكوره او اللي بيقدر يسلم ويستلم ويكمل لقدام. مفترض من البديل يكون محمد شحاته، بس محمد شحاته حتى الان ما قدمش اي حاجه خالص، يعني ما قدمش حاجه ممكن تخليني الراجل ده كبديل رقم 8 مؤثر ومميز. فبالتالي لو بنفس مستوى محمد شحاته اتبنى محتاج بديل رقم 8 لعبد الله السعيد، هو موجود وجاهز والمواصفات ماشيه عليه. محمود صابر تقدر تلعبه مكان عبد الله، تقدر تلعبه مع عبد الله، براجل بيسلم ويستلم كويس، شخصيه قويه، كورته حلوه، بيكمل طبعا على ال 18 وعلى المرمى وتصويباته كلها معروفه. كده خلصنا الاسئله. بعتذر لاي حد ما قولش السؤال بتاعه. في الاخر السؤال بالنسبه لك كزملكاوي، قدامك العقد ولا كاحمد سيد زيزو؟ دي العقد يلا في السنه كام مليون؟ امضي بسرعه، اكتب مبلغ كام مليون في السنه تكتبه لاحمد سيد زيزو. والسؤال بالنسبه للاهلاويه لو رتبت اولويات كده، صفقه رقم 1 اهم حاجه اللي محتاجه عشان كاس عالم انديه، مهاجم، جناح، وسط ملعب، مدافع، مين رقم 1 الصفقات دي اللي انت محتاجها؟ اعمل لايك للفيديو، اشترك في القناه، وقبل اي حاجه خليها دايما في الشبكه.